السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء متابعيني الاحباء. النهارده باذن الله بنكمل الفيديو اللي فات. وصلنا اخر حاجة في الفيديو اللي فات، هي ان تشوي فان كان واقف بيشوف الحوار اللي كان داير بين العيلتين، لكن بعد كده بيقول انا مالي اصلا بالحكاية دي، انا لازم امشي من هنا. لكن هو ماشي بيحس بشعور غريب جدا، كأن في حاجة بتمنعه ان هو يمشي. وايه اللي هيحصل بعد كده هو ده اللي هنشوف في فيديو النهارده. عشان كده عايزك تصلي على سيدنا محمد وتعمل لايك، ويلا بينا. بنبدأ النهاردة مع تشويفان اللي بيقول ايه الشعور المؤلم ده، ايه اللي بيحصل لي، يا ترى ده اثر التدريب او يمكن قوة سحري مش متوافقة مع الجسد ده. بعد كده بيقعد يتأمل عشان يعرف ايه سبب الشعور ده. وبعد التأمل بيلاقي ان نبضات القلب تمام، وكمان خطوط الطول شغالة والتنفس مستقر، يعني كل حاجة تمام. امال ايه سبب الشعور الغريب ده؟ لكن بيفتكر ان الشعور الغريب ده اختفى تماما اول ما شاف الآنسة ليو. وأول ما فكر بس إنه يبعد عنها حس بالألم ده. بيسكت لحظة وبعد كده بيقول أنا عرفت إيه اللي حصل لي، ده سحر القلب. وخلينا أقول لكم إيه هو سحر القلب. وده نوع من أنواع السحر، لو تعرض الشخص للسحر ده كأنه تعرض للعنة ترغم الشخص المصاب بها أن يتبع قلبه، ولو ده ما حصلش مصير الموت. ونرجع لتشوي فان اللي بيقول أنا لازم أجمع ذكريات الطفل صاحب الجسد ده عشان أعرف أي نوع من أنواع السحر القلب انصاب بيه. ويلا نرجع لذكريات الطفل ده. وأول حاجة بنسمع الأنسة ليو بتقول للطفل ده أبوك ياما ضحى عشان عائلة ليو، مستحيل نعاملك معاملة سيئة، من النهاردة أنت بقيت فرد من أفراد عائلة ليو. بتقول للسيدة اللي كانت بتعاقب شياو فان إياك أن تعاقب شياو فان تاني. بترد عليها السيدة وبتقول لها أنا آسفة يا سيدتي، لم أقصد ذلك صدقيني. وبعد كده بنشوف شياو فان واقف مع شخص. شياو فان بيقول للراجل ده عم بانغ علمني القتال أيضا، أنا عايز أبقى حارس. الراجل ده بيقول له يا حلاوة انت لسه عيل، وفوق ده ان جسدك لسه ضعيف عشان تبقى حارس، وبالرغم من ده انا هعلمك الاساسيات. شياو فان بيقول له سأعمل بجد عشان ابقى قوي واقدر احمي السيدة ليو وعائلتها. وبعد كده في يوم من الايام بيهجم قطاع الطرق على عائلة ليو بالقرية بأكملها. وشياو فان بيكون في لحظاته الأخيرة بسبب هجوم قطاع الطرق. والسيدة ليو في الوقت ده بتحاول تساند شياو فان وبتقول له تحمل يا شياو فان. لكن شياو فان بيقول لها سيدتي اهربي معي السيد الشاب بسرعة، مفيش وقت. وبينطق آخر كلماته وبيقول أنا مش طايق نفسي، ما قدرتش أحمي عائلة ليو. وبعد ما خدنا جولة في ذاكرة شياو فان بنرجع لتشوي فان اللي بيقول على ما أظن إصرار الولد ده وإرادته القوية في حماية الأنسة ليو هما سبب السحر ده. تبا هو ليه ابن المجنون ده حط شروط زي دي؟ يعني أنا هبقى عبد لشخص آخر بسبب إني اتولدت في جسد ابن الهرمة ده؟ وبيقول لا ده الموت أرحم، إزاي ده أنا إمبراطور السحر وإمبراطور كل الأرض المقدسة، أنا حنين خدمة البت دي وعيلتها. ومن غضبه بيدي الشجرة اللي جنبه بوكس بيخليها سابونا لوكس، لكن الصوت الضربة بيلفت انتباه قطاع الطرق وعائلة ليو. وعمنا باتيستا اللي بيكون واقف مع قطاع الطرق بيقول مين اللي عمل الصوت ده؟ انت مين؟ والأنسة ليو بتقول يا ترى هل وصل الدعم؟ بيرد عليها الأمير الشاب وبيقول لها لا مستحيل يوصلوا بالسرعة دي. وتشوي فان في الوقت ده بيتقدم في اتجاههم وبيقول للأنسة ليو أنستي بخصوص فنون القتال الروحي فما فيش ضرر إنك تسلمها لهم، أنا مش عايزك تخسري حياتك، فده هيكون خسارة كبيرة لعائلة ليو. الأنسة ليو بتقول لشياو فان أنا فكرتك. بيرد عليها تشوي فان وبيقول لها يعني هي معجزة إن أنا لسه عايش. وبعد كده بيبص لقطاع الطرق وبيقرا مستويات بتاعتهم وبيقول لنفسه أضعف شخص فيهم من الطبقة السادسة، وأعلى واحد فيهم هو سون غوان. وأحب أفكركم إن تشوي فان في الوقت ده قوته من الطبقة الخامسة. وتشوي فان بيقول لنفسه بقوة الحالية مصير المبارزة دي حياة أو موت. وبيقول لنانسي ليو إحنا في ورطة فعلا، فليه بندافع عن القتال الروحي؟ وبيقول لنفسه ده كل اللي أقدر أعمله. الأنسة ليو بترد عليه وبتقول له زاو فان إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله ده؟ امشي من هنا بسرعة. سون غوان في الوقت ده بيضحك وبيقول لنفسه الأنسة دي لطيفة حقا، يعني حتى في موقفها ده عايزة تنقذ هذا العبد. وفي الوقت ده الأنسة ليو بتقول لسون غوان ممكن تسيبه يمشي؟ بيرد عليها وبيقول لها مستحيل، أنا هخلص عليه الأول وبعد كده دوركم، هقتلكم واحد ورا التاني لحد ما تستسلموا. وبيقول لباتيستا خلص عليه. باتيستا بيمشي في اتجاه تشوي فان عشان يخلص عليه.
لكن شويفان بيكون واقف بكل ثبات وبيقول لنفسه انا لازم اخلص عليه بضربة واحدة، لو دخلت معاه في اشتباك اكيد هيفشخني لان مستوى قوته من الطبقة السابعة. في الوقت ده باتيستا بيكون وصل لشويفان وبيقول له نفسك في ايه قبل ما تموت. لكن شويفان بكل مهارة بيمسك ايد باتيستا وبياخد منه السيف وبيقسم باتيستا نصين، وده كله في اقل من لحظة. يخرب بيت فخامتك يا ابني، ايه ده كله يا ابني اللعيبة. طب اتجوز ازاي انا بقى؟ والكل في الوقت ده بيكون فاتح بقه مترين مش قادرين يصدقوا ان عمل كل ده في حركة واحدة. يخرب بيت فخامتك تاني يا ابني. وبعد كده بسرعة كبيرة جدا بياخد الأميرة والطفل اللي معاها وبيهرب. سونغوان بيقول للجنود بتاعته الحقوا بسرعة قبل ما يهرب، والأمير الشاب بيقول للجنود بتاعته امنعوهم ما تخلوهمش يوصلوا للأنسة ليو. سونغوان بيكون والع من الغضب وبيقول ازاي تجرأ الواد ده على تدمير خطتي، وربي لما امسكه يكسر عظمه. وبكده عزيزي المشاهد للأسف نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ايه اللي هيحصل بعد كده هو ده اللي هنشوفه الفيديو القادم. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما تنساش يا اسطى تعمل اللايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما ينزل الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Game over.